جبتلك الوصفه اللي هتخلي بشرتك صافيه ونضره، ما فيهاش اي شوائب، ما فيهاش اي حبوب، ما فيهاش اي بكتيريا، ما فيهاش اي اسمرار، حرفيا بشره نضره، ما فيهاش اي مشاكل، خاليه من الشوائب والمشاكل. كل ده يا جماعه انت محتاجاه في رمضان. هتكوني صايمه، هتكوني ما بتشربيش ميه كتير، وفي نفس الوقت مهلكه حرفيا بالمواعين والغسيل الاطباق والاكل والحاجات دي كلها، ومحتاجين حاجه ترطب على بشرتنا في نفس الوقت تديني نضاره لمعان. طيب لو عايزه الوصفه الجميله دي كملي معايا الفيديو للاخر. اهم حاجه لو اول مره تشوفوني دعميني باشتراك في القناه ونصلي على النبي كتير جدا، وتعالي بقى علشان اقولك على الوصفه الجميله دي. اول حاجه هتجيبي اي بوله وهتبتدي ان انت تحطي فيها معلقه من السحر. انا مسمياها سحر لان فعلا هي سحر للبشره. دي يا جماعه النشا من اسهل الحاجات اللي موجوده في كل بيت، لكن باذن الله يعني مكون نينجا حرفيا في التفتيح وشد البشره، وبيساعد جدا على ازاله الاسمرار اللي موجود في البشره. تاني مكون معايا يا جماعه وانا بعتبره حرفيا ان هو سكراب خفيف على البشره، يعني بيزيل الشوائب، بيزيل الحبوب، بيزيل اثار الحبوب، بيزيل الغمقان اللي موجود في البشره. ده يا جماعه دقيق الشوفان، انا طحناه في البيت، تقدري تجيبيه من عند العطار زي ما هو كده، بيكون اسمه دقيق الشوفان مطحون، بيكون برده مطحون عند العطار. مكونين نينجا حرفيا في التفتيح وازاله اي اسمرار وازاله اي شوائب موجوده في البشره. طيب عايزه بقى مضاد اكسده حلو قوي للبشره، يفتح يرطب يخلي بشرتي كده ما فيهاش اي غمقان او اسمرار، فهحط كمان معاهم النينجا ده القهوه. القهوه من المكونات اللي بتساعد جدا على تفتيح البشره وازاله اي سمار او غمقان، او لو انت بشرتك باهته تقدري ان انت تستخدمي السكراب ده او الوصفه اللي معانا دي. الشوفان هنا يا جماعه كنوع من انواع السكراب الخفيف، بيساعد على ازاله الجلد الميت الموجود اللي هو بيسبب بقى الغمقان للبشره والاسمرار، وبيسبب كده ان البشره بتاعتك مش ناضره. هبتدي بقى احط على الكلام ده كله ايه يا جماعه؟ زيت جوز الهند. هحط حوالي ربع معلقه، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده حوالي ربع معلقه، مش كتير. بصوا الربع معلقه دي بقى هنا هتديني ترطيب عالي قوي. هي هنا هتحسيها ان هي صغننه، يعني حاجه صغيره جدا، لكن هتديني ترطيب عالي قوي قوي. وبعد كده بقى يا جماعه هحط عليهم معلقه من الزبادي. الزبادي هنا هتدي ترطيب عالي جدا، وفي نفس الوقت هتساعد البشره بتاعتي على الترطيب، على التفتيح، على ان بشرتي دايما كده هتكون قطنيه زجاجيه ما فيهاش اي مشاكل. وكمان يا جماعه الزبادي عايزه اقول لكم بيتفتح حلو قوي. هخلط كده المكونات دي كويس جدا لحد ما تكون الوصفه بتاعتي بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده معايا. هتغسلي بقى بشرتك يا ست الكل حلوه قوي. اهم حاجه بس تكوني منضفه بشرتك من اي بواقي من المكياج، وهتبتدي ان انت تاخدي